السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وجدت معاكم هاد الكيكة طبقات، جات غزالة ما شاء الله وجات زوينة. شوفوا كيفاش تجي واعرة ما شاء الله، تجي رائعة ومسقية، جات واعرة ما شاء الله. درك غادي نوجد معكم المقادير ان شاء الله. عندي 2 ديال البيضات، عندي قبسة ديال الملح، وغادي نطرب البيضة، وعندي نص كاس تاع السنيدة، معادل 6 العواشق ديال السنيدة. غادي نطرب هاد السنيدة والبيض مزيان. غادي نزيد 6 المعالق ديال الزيت، غادي نزيد 6 المعالق ديال الحليب. هذه الطبقة الاولى. غادي نزيد واحد الفانيلا، وغادي نبقى نخلط حتى يتصايب ليا المكونات مزيان. وعندي 2 خمارات، وعندي 10 ديال الكاكاو، تنطرب هاد الخليط مزيان حتى يندمج ليا. عاد تنزيد الخماره، تنبقى نطرب حتى يطرب ليا، حيدو دوك الحبيبات ديال الشكلاط مزيان. دابا غادي نزيد الدقيق، عندي حتى هما 6 المعالق ديال الدقيق. صافي تنبقى نطرب بحال هكا، ونزيد عليهم واحد القطره ديال الخل، ونزيد 2 ديال الخمارات، قبات الخميره ونغربلها. تجي هاد الكيكه رائعه ما شاء الله، وتجي هماويه. غادي نزيد مازال ديك الكماله ديال داك الدقيق، انا راه عابره فيه 6 المعالق. وغادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الخل. صافي هذا هو القوام اللي حصلت عليه ديال الكيكه. غادي نجيب واحد المول مدهون، وغادي نخوي فيه وندخلها ان شاء الله الفران طيب. تنديرها بحال هكا، ونحيد منها دوك سميتهم دوك القرقعات اللي تيكونوا. صافي تندخلها طيب. دابا غادي نصايب السيرو باش غادي نسقي الكيكه. عندي واحد نص كاس تاع الحليب، وعندي فيه واحد المعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، وواحد المعلقه ديال السكر. صافي فاش خرجت ليا الكيكه دابا غادي نسقيها. تتسقى مزيان.
نشربها مزيان ونمشي باش نوجد الطبقه الثانيه. صافي نفس سقيتها، جيت بغيت نوجد الطبقه الثانيه. عندي فيها كاس ونص ديال الحليب، بعبار العنبه كاس ونص، وعندي 4 كاس ديال السميده ديال الحلويات، وعندي 2 كيسان ديال الكوك، وغادي نديرهم فوق البوطه حتى يغلاو ليا مزيان، تيتشرب ليا داك الحليب داك الكوك. دابا فاش تشرب ليا غادي نزيد الحليب محلى، انا نصايبه في الدار. غادي نزيدو على هاد سميتو حيت حيدتها من فوق البوطه داك الكوك والسميد. غادي نزيد عليها هاد الحليب مركز، انا مصايبها في الدار. هي هذه الطبقه الثانيه درتها بالكوك وبالحليب المركز، تجي واعره المذاق ديالها ما شاء الله. صافي تنبقى نخلط فيها هكا حتى تينسجم ليا داك الحليب مع داك الكوك، وغادي نجيب الكيكه ديالي وغادي نخوي فيها. انا بدلت الكيكه لهاد السيركل الاخر باش يجوني الطبقات باينين. تنخوي عليها وتندخلها للثلاجه تبرد ليا الطبقه. صافي تنقادها بحال هكا وتنغطيها وندخلها للثلاجه تبرد. تنمشي نوجد الطبقه اللي غادي نزين بها الوجه ديال الكيكه. عندي هنا واحد 10 غد الشكلاطات كالا، وعندي هاد ياغوت طبيعي. غادي ندير الشكلاط حتى تيذوب فوق البوطه. فاش داب ليا الشكلاط غادي نزيد عليه داك الحك ديال الياغوت، وغادي نحرك مزيان تيبقى لي حتى يولي ليا كي الكاناج. واللي غادي ندير في الكيكه من الفوق تيجي زوين، هاد الكاناج تيجي واعر صدقوني. صافي تنحرك فيه حتى تينسجم ليا مزيان. غادي نجيب الكيكه ديالي وغادي نخوي فيها هذا الطبقه هادي شدت ليا مزيان. ايوا صافي غادي نخوي عليه ونجيو نجيبها ونخليها تاني شي ساعه حتى تشد ليا الطبقه الفوقانيه، شي ساعه في الثلاجه حتى تشد هاد الطبقه. وديك الساعه غادي نخرجها وغادي نزينها بالكوك محمر ونحيدها من هاد السيركل. انا مشى ليا واحد سميتو المقطع. دابا تنزينها بحال هكا، حيت لها السيركل وتنزينها بالكوك حمرته. صافي دابا بغيت نزينها بالصوص ديال الكراميل حتى هي تنديرو لها من الفوق. والكيكه تتجي بنينه وتتجي زوينه ما شاء الله. كيكه طبقات تاع هاد الصيف تتجي واعره ما شاء الله. جربوها وردوا عليا قولوا لي كيفاش جاتكم، وشاركوا هاد الفيديو ديالي مع الحباب ديالكم فضلا وليس امرا. دابا غادي ندير لها هذا حتى هو كراميل، هذا حتى هو مصايباه في الدار، خليته في الثلاجه ما جبتوش بكري، بقى قاصح واحد شويه. غادي تزوقي داك الوجه ديال داك الشكلاط هكا. ها هي قطعتها تجي رائعه ما شاء الله وهمويه.
يولي عجبته القناة ديالي يدخل يشرفني فيها فضلا وليس أمرا، يدخل عندي مرحبا بيه. وعاونوني على هاد القناة، بغيتو تزيدو شويه الكراميل فوق هذاك الشكلاط تزيدوه، تيجي واحد النكهة رائعة ما شاء الله. وفضلا وليس امرا عاونوني على هاد القناة، الله يرحم لكم الوالدين، عاونوني عليها حتى انايا. وهذا هو الفيديو اللي صيبت معكم، تيجي زوين وتجي هاد الكيكه بنينه ما شاء الله، كيكه طبقات تجي رائعه ما شاء الله. شتوها كيفاش تجي واعره وتجي هماويه. واللي بغاني يدخل عندي مرحبا بكم، وشكرا لكم للناس القدام ولا الناس جداد ولا كاع اللي متابعني، شكرا لكم بزاف. وعاونوني حتى انا على هاد القناه باش توصل لي حتى انايا وحتى انا نتنفع بها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حتى الفيديو المقبل، والله يرحم لكم الوالدين.